ناس كتير بتقول اسعار في كندا غاليه نار. تعالوا بينا ندخل سوبر ستور ونشوف اسعار الحاجات دلوقتي. اوكي يلا بينا. وما تنساش يبقى معاك دولار عشان تقدر تاخد الكارت. اول حاجه لازم تعرفوها ان السعر اللي موجود تحت ده بيبقى موجود للباوند او للباكج نفسها. وطبعا الخضار او الفاكهه بتختلف اسعارها من سيزون لسيزون تاني. في عندنا مانجا اهو، عشان في ناس بيقولوا ما عندكمش الحاجات دي. الجبن عندنا اصنافها كتير جدا واسعارها برضو مختلفة. وبالنسبة للبن اغلبية الناس بتحب تجيب ال4 لتر، وعندنا طبعا انواع كتيرة للبن برضو. شوفوا الاسعار وحاولوا تقارنوا بيها. ده زبادي، وده الجزء اللي ناس كتير بتسأل عنه، أي الأكل الحلال. ودي أسعار اللحمة العادية. طبعا حاولت اخد اجزاء على قد ما اقدر. وما ينفعش تبقى موجود في كندا من غير ما تجرب الميبل سيرب. ودي أسعار الدقيق هنا. والسكر برضه. طبعا أنواع القهوة هنا كتير جدا، لأن الناس هنا بتفضل القهوة أكتر من الشاي. حبيت أوريكم جزء من أنواع القهوة هنا، في منهم اللي تعرفوه في منهم الجديد طبعا. وتمن التفاح هنا للباوند، الباوند ده تقريبا نص كيلو. ولازم نعرف إن أسعار الفاكهة أو الخضار بتختلف من أسبوع للتاني حسب العروض اللي بيقدموها. ساعات بتبقى أغلى وساعات بتبقى أرخص، بس أغلبية الوقت بيعملوا عروض كويسة جدا.
وللناس اللي بتحب العيش العربي برضه في قريب منه هنا موجود بنفس الطعم اللي في الدول العربية. والعيش هنا بتختلف أسعاره من سوبر ماركت لسوبر ماركت تاني، وفي أنواع كتير، بس للأسف وأنا بصور الفيديو كان في آخر اليوم، فما كانش في أنواع كتيرة متاحة لأن أغلبيتهم خلصوها. وده كان فيديو للأسعار هنا في كندا، حبيت أوريها لكم من غير ولا تغيير ولا تهويل. وما تنسوش إن هنا في الأسعار كلها بتختلف من سوبر ماركت لسوبر ماركت. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات تحت كل اللي انتوا عاوزين تعرفوه، وتدوا لي لايك وتعملوا سبسكرايب، واشوفكم المرة الجاية في كندا بعيون واقعية.